ازيكم احلى متابعين في الدنيا. النهارده هوريكم حاجات انا جايباها لبنتي، بجهزها من دلوقتي. آه، والله في ناس اعترضت قالت لي انت ليه بتجهزي من دلوقتي؟ اصلا ما ينفعش تجهزي، ده لسه صغيره. هي لسه في 6 سنين. طبعا اللي هيسمع السن هيستغرب، صح؟ بس انا ما عنديش مشكله، انا مقتنعه باللي انا بعمله، ماليش دعوه بحد. ليه بقى؟ اقول لكم ايه السبب. لان كل حاجه عماله تغلى بطريقه غير طبيعيه، يعني بجد بجد الاسعار بقت نار. واقعدي فكري مع نفسك كده، في زمانهم ده يعني لما البنت هتكبر هتبقى الاسعار عامله ازاي؟ طب ناس قالت لي شيلي لها فلوس وبعد كده بهاتي لها حاجات، لان الموضه بتختلف كده. في حاجات يا جماعه ما ينفعش ان احنا نستغنى عنها، او في حاجات ما بتتغيرش مثلا. او بمعنى اصح يعني لازم تجيبي حاجات وتشيليها. انا مقتنعه بده، لان الاسعار زي ما قلت لك بتولع نار. وبعدين ايه يعني الموضه بتتغير ومش بتتغير؟ ما في حاجات اصلا كانت من زمان وطالعه مثلا دلوقتي طلعت موضه تانية، يعني طالعه من جديد. فانا مش مقتنعه خالص بالمبدأ ده. انا مبدئي ان انا اعمل كده، اجيب لها شويه حاجات واشيلها. يقولوا عليا مجنونه بقى، يقولوا عليا اللي يقولوه، ما عنديش اي مشكله. تمام. طب يلا بقى اوريكم احنا بدأنا بايه كده. بصوا بقى، احنا بدأنا بطانية الاطفال. تمام اهي. مش هفتحها لان ممكن معرفش اطبقها كويس زي ما هي موجوده، بس عايزه اقول لكم الخامه بتاعتها حلوه جدا. بطانيه الاطفال اللي هي بتبقى 2 بطانيه. جبت لها اللون ده، عجبني قوي. تمام، اللون هادي كده. المهم جبت لها بطانيتين من النوع ده. طبعا لسه هجيب لها شويه حاجات تاني، كل مدى بجيب لها حاجات وبشيلها لها زي ما احنا قلنا. تمام. بصوا يا جماعه، سعرها برده مش وحش. مش هقول اسعار لان انتوا عارفين الاسعار عامله ازاي، بس كل مدى الاسعار بتغلى. بعد ما خدت دول لقيت سالت عليها تاني، لقيت الاسعار زادت تاني. تمام. فمفيش مشكله، كل ما ربنا ييسر الحال كده اجيب شويه حاجات واشيلها لها. والله لو هجيب لها حتى، يعني ما اقول لكم ايه، والله لو هجيب لها حاجات النظافه، المقشه والمساحه، ما عنديش مشكله، هجيب وهشيل. ايه المشكله يعني؟ ايه المشكله؟ ما هي الحاجه بتغلى، الحاجه بتغلى، ما هو لازم هنعمل كده. دي البطاطين بتاعت الاطفال انا جبتها، طبعا لسه هجيب لها منها تاني. تمام. نشوف بقى جبنا ايه تاني. جبنا يا جماعه قطن من الملايات دي، اللي هي القطن دي. ماشي، هوريها لكم برده كده اهي. بصوا اهي، ايه رايكم في اللون ده؟ والنقشه بتاعتها فيها قطيفه من جوه، نقشه حلوه جدا وجميله. ده اللي هو المقاسات طبعا الكبيره، اللي هي القطن اللي هو بيبقى قطن صافي. طبعا النوع ده لازم تجيبي منه، ولازم تجيبي من كل الحاجات الغاليه والحاجات الرخيصه. اي نعم ما بقاش في حاجه رخيصه، بس لازم تجيبي من ده ومن ده. تمام. خلاص ده كده اول طقم اللي احنا جبناه. نشيل ده بقى. ده جبنا الطقم التاني دوت، اوريهولكوا برضو. بصوا بقى الشكل ده تحفه. ايه رايكم؟ والخامه كمان جميله، حلو جدا. اقفل يا الله. تمام. ده الطقم التاني. شوف بقى التالت. ايه رايكم بقى في التحفه ده؟ هي بقى بتموت في اللون الاحمر، حلو قوي اللون ده، والخامه كمان جميله. اقفل يا بابا. ايه رايكم بقى؟ حلو جدا جدا. وده الرابع بتاعهم. بصوا تحفه تحفه تحفه. شايفين؟
جبت لها كده 4 اطقم من دول، وجبت البطاريه اللي هي بيبقى 2 بطانيه اطفال، ولسه مستمرين ان شاء الله. كل ما يبقى معايا حاجه اجيب لها، وزي ما قلت لكم ما عنديش اعتراض خالص ان انا اجيب لها من دلوقتي واشيل لها الحاجه على ما اجيب، يعني على ما تكبر باذن الله ان شاء الله، ربنا ادانا العمر يعني، يبقى عندها ايه جهاز محترم كده. تمام. والله بنصح كل ام شاطره ان هي تعمل كده من دلوقتي. موضوع الفلوس دي هتشيلي فلوس، طب ما بصي ممكن تتعزلي في اي وقت وتسحبي فلوسك وتاخديها تاني وتصرفيها، يبقى انت عملتي ايه؟ لا، الحاجه عندك في بيتك شايلاها ومخزناها بطريقه كويسه برده وكده. طب هنخزنهم ازاي السنين؟ ما ممكن تقول لي مثلا واحده انت ممكن مثلا حاجات تبوظ عندك كل السنين دي. لا مش هتبوظ ولا حاجه، انت بتجيبي كرتونه او ملايه وبتحطي فيها شفتي صابونه اللي هو بيبقى صابون الوش، تحطي مثلا كام صابونه كده مثلا في الكرتونه، تخلي حتى ريحتها حلوه. بقول لك على ابسط حاجه، ابسط طريقه. يلا بقى، لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه، واشوفكم ان شاء الله فيديو جديد. مع السلامه.